هنا بيساوي 10. خلاص نشوف جاسين بعد كده. اسمها هذه جاسين يساوي كم على كم؟ 8 على 10. الظل ده الجسم بتاعه ده الجسم ده حاجه الاشعه كده وديك الظل ده اهم حاجه هو اهم فكره تعريفها ان يا اخواننا الحاجه بتاعت الاشعه دي حاجه بتاعها وظل. يعني مثلا انا دي مثلا مصدر اللي عملتها كده هنا تحت الاشعه فبيقول لي شنو ظل والظل بيكون ظل المصدر هنا. كذلك هنا ده الظل هنا ده عباره عن سبب الجسم بتاعه هو الحاجه الاشعه من هنا ليه؟ نظير. يتكون نظير بذلك الكتاب على 8 امتار وعلى ارتفاع 6 امتار. قلنا المسألة دي لما تيجي تحلها تقدر في حوض سباحة وفي مويه وفي تقول يا أخي عشان شنو؟ ظاهر لكن ما في داعي انت ما عندك الظاهر عندك والأول حقيقة انك ما عندك الظاهر. طيب بالتالي حتشتغل بشنو؟ بجيب ده السقوط على جيب ده شنو؟ الأساس. نعمل العمود الناظم هنا. هنا الزاوية سين شرطة ودي سين. طبعا الاشتغال ده صار من هنا من الماء إلى شنو الهواء، لكن لما نجي ناخذ مع الانكسار نعكس. لأنه يجب زاوية السقوط المقصودة بتكون في الهواء. زاوية الانكسار المقصودة بتكون في شنو؟ في الماء. عشان كده هنا تعمل زاوية السقوط هي السين ودي زاوية شنو؟ الانكسار. طيب نحن دارين مع الانكسار قاسين على قاسين شرطة. سين وشين شرطة دي ما دارين لهم. دارين جيبوا بس. تقول إذا سين تعرف كيف؟ لا ما تعرفها. خليها شوف جيبه بس. انت حاجه دايره بس. طيب الجيب عشان لو الجيب الزاويه سين هنا شرطه عندي عبد العين ده والوتر مجهول. نظريه فيثاغورس تقول مربع الوتر يساوي مربع عبد العين الاخرين 3 تربيع يضرب 4 تربيع 9 زائد 16 25 بدي 25 ب 5. يلا معناها جاسين شرطه يساوي المقابل على الوتر. المقابل لسين شرطه هو 3 والوتر كم؟ 5. يعني كده قلنا ده سين شرطه عشان مقابل على الوتر 3 على 5. يلا شوف الزاويه سين، سين دي قلنا ممكن نقولها هنا ده نطلع نقول ده لانه بيساوي التمام واخدناه في مكاننا ده بس اعمل الشكل ده مستطيل. اعمل خط مستطيل موازي ل 8 وهنا خط موازي لشنو؟ ل 6. ليه الاربعه دي 8 وكم؟ 8 و 6. ده مجهول. طيب الوتر بيساوي مربع الوتر يساوي مربع الضلعين الاخرين 8 تربيع زائد 6 تربيع 8 تربيع 64 6 تربيع بكم؟ 64 زائد 36 بكم؟ جذر 100 ب 10 يبقى الوتر ب 10. طوالي اجي اقول جيب الزاويه س سايد مقابل على الوتر 8 على 10 لو اختصرت على 2 على 2 تبقى لي 4 على كم؟ 5. كده المساله بتاعتك يعني انت قاسين شرطه ودي المطلوبات اصلا في امتحان الكسار. اقول ميم بيساوي قاسين على قاسين شرطه 4 على 5
على 3 على 5. أحول القسمة إلى ضرب وأقلب الكسر، تبقى 4 على 5 في 5 على كم؟ 3. يلا شيل الخمسة مع الخمسة، بلي 4 على 3. إذا معامل مثال الماء هو 4 على 3.